السلفة اللي كل يوم تاخد المفتاح بتاع شقة سلفتها من حماتها، وتروح تاخد اللبس والميك اب وكل حاجة والأكل وكل حاجة، كل يوم داخلة خارجة. ليه؟ الاتنين أخ وأخوه في بيت واحد، كل واحد متجوز في شقة، والحما في شقتها في نفس البيت. سلفة مقربة لحماتها، قاعدة معاها وما بتشتغلش وبتساعدها وكده. التانية كويسة وكل حاجة، ولكن بتشتغل، بتروح شغل كل يوم وبتيجي. فاللي بيحصل ايه، التانية تقولها هاتي المفتاح نشوف عندها حاجة كده بعد ما تروح الشغل كل يوم، فبتديهولها حماتها، بتديهولها عادي. المفروض تقولها لا، لا دي بتديهولها. وتطلع بقى التانية تروق على نفسها، عندها لبس تاخد، ميك اب تاخد، فلوس موجودة تاخد، خدت خاتم دهب ليها. والتانية انهارت وضاع، قالوا لها اكيد ضاع، شوفي في ايه. المهم كل يوم على الحال ده تطلع تاخد اللي هي عاوزاه بالمفتاح وتفتح وتنزل. فالتانية بقت تيجي من الشغل بتستغرب، يعني الحاجة مش في مكانها، في حاجات ناقصة، لبس ناقص، ميك اب ناقص، برفانات ناقصة، حاجات لبس بيت ناقص، في حاجات كتير ناقصة مش موجودة. حاجة فين راحت فين؟ حتى الأكل تدخل تلاقي الحاجات ناقصة، تيجي تعمل الأكل تلاقي حاجة ناقصة. طب أنا كنت حطها هنا، راحت فين؟ فانتبه الشك، قالت هو في إيه بالظبط. فهي المفتاح مع حماتها. ليه؟ لان حماتها قالت لها من زمان، قالت لها انت بتروحي الشغل، ممكن نبقى عاوزين ناخد حاجه نقولك. قالت لها نقولك مش نطلع كده، يعني تتصل او تبعت لها رساله احنا طالعين هناخد كذا، تقول لها مش. او حصل حاجه في الشقه وانتم مش موجودين، حصل اي حاجه كده يبقى للطوارئ. هي قالت لها كده للطوارئ، فخلي المفتاح معايا. وجوزها كان عارف، قال لها مش، لو حصل حاجه هم بيحافظوا على الشقه عشان هما الاتنين بيشتغلوا وبيجوا متاخر. فالمهم مرات ابنها دي جت، فلقت بقى الحاجة متغيرة مش موجودة في مكانها، لبس ناقص، ميك اب ناقص، برفاناتها ناقصة، أدواتها ناقصة، حاجات في المطبخ ناقصة، حاجات كتير. حتى الحلل مش موجود معظمها، طقم مش موجود صيني. طب هي فين الحاجات دي؟ بتروح فين؟ ما هي المفتاح مع حماتي، قالت المفتاح مع حماتها. فقالت لها في كذا كذا كذا، راحت مزعقه فيها انتي بتتهميني. قالت لها انا ما بتهمكيش، يمكن خدتي حاجه عادي ونسيتيها حاجه. قالت لها وبعدين في حاجات في حاجتي الشخصيه بقى. حماتها طبعا مش هتاخد حاجاتها الشخصيه، فاكيد مين؟ سلفتها. فالمهم عرفوا واتقصت، عرفت ان سلفتها فعلا حماتها بتديها المفتاح، وهي اللي بتنزل تعمل كل ده وتاخد كل الحاجات دي. فطبعا حصل مشكله كبيره، وقالت لجوزها حل المشكله دي، الوضع ده ما ينفعش، وحماتي ما تاخدش المفتاح تاني. قال لها ازاي دي امي وما اعرفش، الوضع غلط، ان الحاجات دي نقصت هنشوف في ايه، لكن المفتاح يفضل معاها. قالت له لا بقى، بالوضع ده المفتاح مش ما يفضلش معاها، لما انا همشي بقى، لكن الوضع كده افضل كده وحاجتي بتروح كده مش هينفع. وفعلا لازم يبقى ليها خصوصيه. فجوز بنتها، يعني جوزها، يعني قصدي سوري، جوز البنت اللي هو ابن الست، قال لها كده مش هينفع، هي مصممه لا اما تسيب البيت لا اما تدينا انت المفتاح، عشان حصل كذا كذا كذا. فحصل خناقه وصاروا سفتها اتدخلت، انت بتتهمينا انت ومشاكل كتير. فبيفكروا دلوقتي الوضع ايه، لان حماتها برضو مصممه المفتاح ما، يعني ما تدهوش ليها، او يعني ما ياخدوش المفتاح. ده وضع غريب. الفيديو ده شيروه واشتركوا في القناة، لانه مهم جدا وبيحصل كل يوم في البيت. بيت العيلة ليه بعض المشاكل لما يكونوا كده. حطوا خصوصية، اي واحدة متجوزة في بيت عيلة حطي خصوصية ليكي، حطي ليكي حياتك الشخصية. مفتاحك ما تاخدوش، حماتك ما تاخدوش، حماتك على عيني وراس، بس ما تاخدش مفتاحك. ايه تاخد مفتاحك؟ انت عندك خصوصية في بيتك، ما ينفعش. يعني ايه حصل حاجة؟ هو انتوا لو مش عايشين في بيت عيلة وفي بيت عادي هتدوا المفتاح للناس مثلا الجيران تقول لهم خدوا؟ لا، هتأمنوا شقتكم، هتأمنوا كل حاجة وهتمشوا. وفي ناس بتسافر عادي، لكن ان انتوا بتشتغلوا وبتيجوا كل يوم. يعني الحما لا، المفروض المفتاح يرجع. البنت بتقول انا محتارة، مش هقدر اعيش الحياة دي، وخصوصيتي على الملأ، وحاجتي بتنقص كل يوم، وحاسة ان انا مش قاعدة في بيتي ومش حاسة بحريتي، وحاجتي اللي بتنقص دي اعمل إيه فيها؟ والتانيين بيتهموها انت قلة الادب، انت ما تربيتيش، انت بتتهمينا. طب ما دي الحقيقة. المفروض ايه الحل؟ ايه؟ قولولي في الكومنتات، شاركوني الحل ايه. انا شايفة ان الحل حاجة من الاتنين، لا بعيد عن طبعا الغضب والطلاق، لان الموضوع ما يستاهلش الواو دي الحاجات دي اوي. الحاجة بالعقل دي تتحل. الحما تدي المفتاح، ما تاخدش مفتاح تاني، او
الحما تتعهد تاخد المفتاح للطوارئ لو حصل حاجة، سلفتها ما تجيش ناحية المفتاح خالص. حماتها تقول لها ما فيش مفاتيح تاني تاخديها، انت زيك زيها، زي ما انت ما تقبليش هي تيجي بيتك وتدخل، انت برضو ما تدخليش، المفتاح ده معايا انا، وانا اللي مسؤوله لو حصل لهم اي حاجه في الشقه، حصل حاجه في الشقه انا بطلع بنفسي واشوف ايه. بس هو الوضع المفروض يبقى كده. فقولوا لي كلامي صح ولا لا؟ اكيد صح طبعا، اكيد صح، لان ده اللي عادي. يعني هتعمل ايه؟ هنقولها تطلقي عشان حاجات تافهه؟ هي حاجات تافهه بالنسبه للطلاق، بس في الحياه لا، اساسيه. بيتها على الملأ وداخلين داخله خارجه سلفتها وبتاخد الحاجه وتنقص، محدش بيقبل كده، محدش يقبل الوضع ده طبعا. فلازم يوضعوا حد، المفتاح يرجع او يفضل مع الحما، وهي بس اللي مسؤوله، وما تدوش لحد، ما تدوش لحد ولا سلفة ولا غيرها، ما تدوش لحد خالص. دي امانه، دي شقة ابنها ومرات ابنها، ودي أمانة في رقبتها للحفاظ. هي واخدة المفتاح للحفاظ عليهم بس، حصل طوارئ حصل حاجة بس. لكن ما تدوش المفتاح للتانية وتفضل داخلة خارجة تاخد الحاجة وتنقص. وبعدين المشكلة الكبيرة اللي حصلت دي طلعت سرقة، خدت خاتم دهب ليها كمان، قالت الخاتم اللي كنت حطاه في الحتة الفلانية في الدولاب ومش موجود، مش موجود، مش موجود. لا اما بقى تحطي حاجتك كلها في دواليب وتقفلي بمفاتيح، لو في مفاتيح في الدواليب اقفلي، لو ما بتتفتحش يبقى الموضوع زي ما انا قلت، المفتاح ما يطلعش تاخديه او الحما ويبقى هي المسؤولة. او مصممين بقى يبقى حاجتك تتحط كلها في الدواليب ويتقفل عليها والمفتاح معاك. بس ده برضو وضع مش حلو، لانها بتدخل تشوف خصوصياتها، وبتدخل مطبخها وحاجتها وسفرتها وادواتها، دي حاجة مش حلوة. يعني خصوصية، فين الخصوصية؟ فين الخصوصية اللي على الملأ دي؟ سلفة زيها زي هي تقبل يحصل فيها كده؟ ولا عشان التانية بتشتغل وبتنزل من الصبح وبتيجي مثلا العصر او كده؟ لا، مفروض يوضعوا حد من حاجة من الاتنين، المفتاح يرجع ومفيش دخول تاني ولا خروج ولا سلفة ولا غيره. أول حما معاه مفتاح وتتعهد وتقول مش هديه ولا لسلفتها ولا أي حد، وأنا بس اللي مسؤولة، حصل حاجة أنا اللي أطلع في الطوارئ، حصل حاجة في الشقة حاجة خطر بعد الشر، هي تطلع تشوف إيه بس. فمتهيألي كده رأيي صح ولا عندكم رأي تاني؟ قولولي في الكومنتات، حد منكم مر بكده؟ حد سمع عن قرايبه صحباته وجارته حاجة حصلت زي كده ومروا بموضوع زي كده، السلفة وبيت العيلة والحما والسلفة اللي بتدخل تفتح وتاخد الحاجة وكده وحاجاتها نقصت وكده؟ قولولي، شاركوني، القناة دي بيكو ومعاكوا هتكبر، وانتوا اخواتي واهلي وعيلتي التانية، ويشرفني انكم تقولولي في الكومنتات وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان اوصل كل فيديو انزله يوصل لكم. فاشتركوا في القناة، اشتركوا في القناة يا حبايبي، سلام.